صباح النور، صباح التيسير وصباح الرزق. مرحبا بكم في اخر نهار قبل رمضان والتحضيرات ديال الدقيقه 90. المهم اليوم اصبح عندي تمر ديال بصح، عندي الصابون، عندي هذا. خدينا فطرنا بعدا من موراها نضت نيشان. اصلا البارح صبنت الصراحه نص ديال الحوايج حيت كنت راه شفتو كانت عندي الماكينه خاسره، وعرفتوا شحال ديال الحوايج خصوصا ديال الدراري. مازال انا حوايج صراحه ما عنديش بزاف، انا بادر حوايج ديال الدراري راه ما نقولش لكم. وعاد ملي صايبت لها حتى بلاصه النشافه كانت هي خاسره. كتعاون الصراحه النشافه كتعاون بزاف. كنصب الحوايج وكنشوفهم عاد وريت ضربهم غير الريح صافي كنهبطهم. وشوفوا لي الكوزينه دابا هبطت نكمل الشيء الاخر عاوتاني. شوفوا الكوزينه وشوفوا لي الثلاجه حتى هي غنتبالى بها دابا نيت. مع ناويه غنغسلها ملي تنجيب الخضره كنحطها بميكاسه صراحه ما كنقادهاش. خليت اميمه كضرب شويه في الدار وخرجت نتقدى داكشي اللي خاصني باش بعدا على الاقل نديرو غير داك اول فطور وهذا. المهم لقيت تقاشرات ب5 دراهم خديت ليا وليانيس. عرفتوا شحال ديال التقاشر عندي في الدار ما نقولش لكم. وجيت عند مول العطريه خديت شويه ديال العطريه وخديت غير نص كيلو ديال التمر صراحه. خديت غير نص كيلو يعني غير باش نبداو رمضان هذا تنبادو راه ناخذ عاود. ومن موراها جيت ناخذ ورقه البسطيله. صراحه عندي واحد الوصفه ساهله كتصايب، انا صراحه ما عنديش الوقت باش نصايبها. خديت الكيش، خديت البريوات وهاد الصيقار المعمرين بكاوكاو، وخديت الشباكيه. حتى الشباكيه خديت غير نص كيلو حيت انا اللي تناكلها في الدار صافي. ومن موراها جيت تقديت. شوفوا هاد البلاكار ما نقولش لكم هو صراحه ما موسخش، داكشي اللي طايح فيه غير ديال حب الرشاد والزعتر وداكشي اللي كناخذ تنقلح الميكات كيطرمى. خليلو حتى هو نهار بوحدو. الكوزينه راني خمنتها وغسلت الثلاجه. بلاكار بوحدو خليته هو. بغيت نشري طويصات وعاد نقاد فيهم هادشي ونسكسف داكشي وندير كل حاجه في بلاصتها. المهم دابا هاي الطاقه ديالي جبت، راه خديت كنستفها. جبت الثومه، جبت مطيشه ديال الحك، جبت باكي ديال الكنور ديال السمن، جبت السكر، جبت اتاي، جبت الخل، جبت فلون، جبت لاباط ديال البيتزا والفون ديال الكيش، جبت هاد سوليس. المهم شحال من حاجه. جبت الشعريه والعدس وجبت الحمص. خديت دابا نفزكتو غنغسلو ونفزكو في الماء طايب باش يفزك ليا دغيا. وجبت حتى كاسكروط. خديت هاني درت العسل والزبده ذوبتهم باش جبت صراحه اول مره نشري البغرير من الزنقه، ما عمري شريته. ايوا صافي غناخذو نديرو كاسكروط. البغرير صراحه عندها زوين، واخا اول مره ناخذو عندها زوين. صافي غنوض عاوتاني نكمل داكشي اللي مازال ليا. خديت هنا رجعت الطاجيرات ديال الثلاجه لبلاصتهم من بعد ما تسخطروا مزيان ونشفوا. و صافي داكشي اللي كنت حيت من الثلاجه غادي نرجعو. صافي غادي نكمل الشيء الاخر ديال التستاف. برافو عليك. اكتب راه عندك كتاب، اكتب داكشي الاخر. من بعد ما استفدت داكشي خديت انايا القزبر. كان جابت لي اميمه من العروبيه، عرفتو ديال التيرس غزال. جابت بزاف وغيبقى غير يخسر في الثلاجه. قلت غنشدو ونقطعو. غسلته بعدا فزكتو مزيان حتى تحيد منه داك الغيس، وغسلته مزيان وقطعته ودرتو في ميكاس ودرتو في الثلاجه. انا صراحه ما نكذبش عليكم ما كنحماش حاجه الفريكو، ما كنحماش حاجه الثلاجه، ولكن القزبر بزاف غيبقى غيضيع. اللهم نديرو في الثلاجه.
اما كنبغي كلشي طري، ما نكذبش عليكم، كنبغي كلشي طري. صافي حمصته وغسلته ودرتو في الثلاجه. وهذه هي السوبيره اللي قلت لكم. شوفوا انا ما عنديش مع داك التحضيرات الاوليه، داك التحضيرات ديال شهر قبل رمضان وعمر الصيقار وعمر الفريكو، داكشي ما عنديش معاه. انا عندي واحد المبدا ديال كل نهار ورزقه، وكل نهار كل نهار بنهارو، ما كاينش داك التوجد قبل وعاد. انا ما تنحملش حاجه الثلاجه وحاجه الفريكو، كنبغي داكشي يكون طري كنجيبو كنطيبو ديك الساعه. المهم بالنسبه للسحور غنشارك لكم واحد السحور زوين. خديت انا واحد 3 البصلات صغار، حكيت عليهم شويه ديال الثومه، درتهم في مقيله ودرتهم مع شويه الزيت ودرتهم تدبلوا. زدت عليهم كفته، اي كفته بغيتو ديال العداد ولا ديال البقري ولا ديال اللي كان عندكم. زدت عليهم مطيشه محكوكه. العطريه هي كنديروا التحميره، بزار الكمون وبودره ديال الثومه اللي كانت عندكم والزعتر. صافي كنخليهم يزيدوا يتشحروا شويه. وهنا دازت نصايب فلون باش نتوما عارفين السحور هو فلو ضروري، ولفنا حنا تنولفوا ضروري فلون في السحور. صافي درتو في كويسات، درتو غير في الكويسات، عندي كويسات اخرين مزليفات درتهم في الكويسات ديال داك دارون ديال الشرقي كيبقاو عندي كنجمعهم ودرتهم في الثلاجه. خديت النجر غسلته مزيان وشفتو، قطعته وسط النص وقطعته مربعات من الوسط بحال هكايا، فلحته بالموس، درت عليه مليحه وبزار وزويته وشويه ديال الزعتر، ودرتهم طابو مزيان في الفران. ملي خرجوا درت عليهم ديك الكفته اللي صايبنا في الاول، ودرت عليهم شويه ديال الفرماج ودخلتهم للفران. درت شليضه بالخس والخيار وبصيله ومطيشه وزدت عليهم الطون، وتقدروا تزيدوا شطره كتجي زوينه، شلاضه واعره. وكان هذا هو السحور ديالي، عرفتو جفن وبنين ولذيذ وفي نفس الوقت صحي باش ندوزو اول نهار ان شاء الله مزيان. المهم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا معايا شويه وتعجبكم الوصفات اللي كندير. خليو لي لايك وبارطاج، ونتلاقاو في الفيديو الجاي مع اول نهار في رمضان ان شاء الله.